ازيكم يا فنانين؟ اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن العجوز. في فيديو النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي ممكن نعمل الحاجات اللي هي الصواني او الحاجات الشغل بتاع الكروشيه ده، سواء مثلا شنطه ايا كان الوضع. التصميمات كان طالبها ايوب على جروب الواتساب. لو انت مش في الجروب هتلاقي لينك جروب التليجرام في الوصف، تمام؟ او يعني لينك جروبات تليجرام في الوصف. تمام. اي تصميم بتحتاجه ان شاء الله لو موجود عند حد مش هتاخر عنك، ويعني في تعاون ان شاء الله، وبتستفيد برضو خبراته كده. تمام. المهم يعني خلينا نتكلم عن الشرح بتاع النهارده. فرضا اشكال الكروشيه كتيره او الحاجات اللي هي بتستخدم في شغل الكروشيه كتير. تمام. فهناخد مثلا شكل دايره، هي كلها بنفس الطريقه، يعني احنا مش هنغلب في حاجه، كلها نفس الطريقه. ماشي. هناخد مثلا شكل دايره، بعد كده بتيجي من على اليمين هنا وتخش على اداه الكونتور، وبتبدا انك تصغر مثلا شويه كده مثلا. شغال كده كده مقاسات عشوائيه، انا بعمل اي حاجه وخلاص. تمام. فانا كده حاليا عملت دايره اصغر شويه. نيجي نجيب الدايره اللي احنا عايزين نعملها او التخريم اللي هنعمله حوالين داير. تمام. فبجيب دايره هنا وابدا ان انا اخد منها نسخه تاني. بعد كده باجي من على اليمين هنا وبختار اداه البلند. تمام. وباجي من اول دايره للدايره التانية. انا اتكلمت عن الموضوع ده او شرحت الاداه دي في فيديو قبل كده، انا مش متذكر بصراحه كان ايه. تمام. فما علينا. بعد كده باجي من فوق هنا بختار نيو باث بالشكل ده، وبعد كده باجي دايس على الدايره الصغيره اللي جوه. تمام. كويس جدا. احنا كده خلينا الدوائر تبقى موجوده هنا. عايزين طيب نوزعها هنا بشكل متساوي او تتوزع بطريقه معينه. انا ايه اللي مخليني اقول لك على الطريقه دي؟ يعني هي بالنسبه للدوائر ليها طرق تاني، بس انا الطريقه دي بتمشي معاك في كل حاجه. يعني لو عملت مثلا شكل مربع، عملت متوازي اضلاع، عملت مستطيل، فاهمني؟ فاحنا طريقه واحده تريح بيها دماغك. تمام. بعد كده باجي هنا على التروس دي او الجزء ده من خصائص البلند يعني. تمام. وبعد كده بضغط على بلند along full path. تمام. ومش مستاهل روتين خلاص. ماشي. طب انا دلوقتي المسافات دي صغيره قوي، يعني انا عايز اكتر من كده. تمام. بتيجي فوق هنا عند العدد بتاع البلند. تمام. وتبدا تزود. انا هخليهم مثلا 50. تمام. ممكن نزود شويه تاني 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 تاني. هوبا. اعتقد كده كفايه. تمام. اعتقد كده الوضع تمام. بعد كده باجي واخد اي دايره ما عدا الدايرتين اللي على الجوانب، انا ما اعرفش هم راحوا فين اصلا. تمام. وبعد كده بضغط كليك يمين وبضغط على بريك بلند ابورت، او باجي من فوق وبضغط على بريك بلند ابورت او كنترول كي، كلهم بيعملوا نفس الموضوع. بعد كده باجي جايب الدايره ديليت. احلى صينيه كروشيه ممكن تعملها. تمام. الفيديو يعني او الشرح بسيط، مش محتاج حاجه، ومش محتاج انك تطلب مثلا تصميمات زي كده، لان انت لو حد هيديك تصميم ممكن ما يكونش المقاس مظبوط، او ممكن ما يكونش هو ده المقاس اللي انت عاوزه، او في نفس الوقت انت ليه حاجه تكون بسيطه تقعد تطلبها كل شويه؟ فاهمني؟ حاول انك تتعلم وتعرف انت ايه اللي محتاجه، او ايه اللي ممكن تكون طالما ده شغلك. فاهم؟ حاول تتعلم طريقته اسهل من انك تسال حد على التصميمات. وان شاء الله القناه موجود عليها شروحات كتير جدا تقدر انك تتفرج عليها، ولو محتاج شرح لحاجه معينه تقدر تسيب لي تحت في الكومنتات، او تقدر تبعت لي على الواتساب او على التليجرام. بص، اي مكان عايز تبعت لي فيه مثلا هحاول مثلا ابعت لك ريكورد اشرح لك فيه. لو الوضع ما كان صعب شويه ممكن اعمل لك فيديو ان شاء الله في اقرب وقت يكون متاح. كان معاكم مازن العجوز، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه.